حينما شاهدنا الصور على الشاشة من خلال البث الحي والمباشر على قناة بين سبورتس التي تشرفت بالانتماء إليها، ولكن الحق هو حق، وكلمة الحق يجب أن تعلو فوق كل شيء. إخراجيا أمس ارتكب خطأ فادح، أي أننا ما شاهدناه على شاشة التلفزيون حمل المسؤولية أوتوماتيكيا إلى جماهير أولمبيك أسفي، ولم نشاهد ماذا يحدث في الجانب الآخر، خاصة في المدرج الذي كان فيه أنصار اتحاد الجزائر، حتى أن عزيز بنيج الذي كان في الاستوديو التحليلي هو الآخر شجب ما شاهدناه على الشاشة، اجتياح الملعب من قبل بعض الأنصار والتي قال عنهم محسوبة على جمهور أولمبيك أسفي. وبالطبع حينما نرى هذه الصورة وتبقى مركزة عليها ويبقى المخرج مركز عليها، صورة ثابتة أو إطار ثابت وتحركات لحكم المباراة ولاعبي اتحاد العاصمة ولاعبي أولمبيك أسفي، الصورة كما تلاحظون أو اللقطة كما شاهدتموها، أي شخص في العالم من أمريكا، من الأرجنتين، من النرويج، من زنزبار، من كوريا، من أستراليا، من نيوزيلندا، حينما سيشاهد هذه الصورة كما شاهدناها جميعا سيجزم ويقول تم اجتياح الملعب من قبل بعض أنصار نادي أولمبيك أسفي. هذه الصورة النمطية التي شاهدناها والتي بنى عليها الكثير أحكاما وحملوا المسؤولية لبعض أنصار نادي أولمبيك أسفي. هذه الصورة التقليدية. وأنا أمس في الحلقة المباشرة عاتبت مخرج اللقاء، أنا لا أعرف لماذا خاصة في العالم العربي نخشى أن نقدم تلك الصور التي تجسد وقائع لأحداث يتم تزويرها بالنظر إلى زاوية واحدة فقط، وهذه الزاوية هي التي لم أرغب فيها أبدا، وذهبت وقلتها أمس وبحثت من خلال ما صور الناس وما صور إعلاميون لنقف عند حقيقة الأمور ونضع هذه الأحداث في سياقها الزمني وسياقها الطبيعي وسياقها المنطقي. لا يمكن أن نخرج مباشرة بعد مشاهدة صور من زاوية واحدة أن نقول هذا الموضوع حسم ومن يتحمل المسؤولية فيه هو هذا الطرف. يجب أن ندقق، لأن هذا ما ستفعله الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم حينما تأجل موعد انطلاق المباراة وتأخر بساعة و20 دقيقة. يجب أن يكون هناك تقرير، يجب أن تكون هناك صور، وسنعود من جديد إلى لجنة الانضباط، إلى لجنة الاستئناف، وربما إلى محكمة التحكيم الرياضي كما كان الشأن في نهائي كأس أفريقيا، مع اختلاف مهم جدا هو أن ردة فعل جمهور السنغال كانت احتجاجا على قرار حكم المباراة، في حين أن مباراة أولمبيك أسفي واتحاد الجزائر لم تكن قد بدأت بعد. والله غير عييت منهم يا اخو الصراحه، عييت من هذه المسرحيه هذه. الناس هي داخله تمشي ماشي اجتياح، هذا ما تقدرش تسميه اجتياح. الاجتياح لازم يكون تكسير. الناس دخلت تمشي للسطاد باريحيه، ابواب مفتوحه، دخلوا يمشي كانهم داخلين عادي. بعد انا كي نشوف هكا متوجهين ديريكت جماهير اتحاد العاصمه يتيريو عليهم، ومن بعد تجي هنايا توقف في الوسط، ما بالك نورمال من الطرفين، ما كاينش طرفين. هنا كاين طرف واحد. اتحاد العاصمه راهم ضياف عندك، هذه النقطه الاولى. حنا راه اتحاد العاصمه راهم ضياف، انت تجي تعدى عليا ومن بعد تجي تقول لي انايا باللي الشيء هذا اللي صار عادي ولا تقدر يحدث في كل الملاعب حتى جمال، حتى الذي يصف الامر بالفرحه، المباراه لم تنتهي عن اي فرحه، هنا كاين كاين طرفين في الحاله هذه، واحد ظالم واحد مظلوم. ما تقدرش تجي في الوسط. هنا ما كاش منطقه وسط، ما كاش حياد. هنا الا تروح للحياد هنا راك بشويه تدنا باش تروح مع الباطل. طارق خلاص يا ديجا رانا مظلومين ولاد بلادنا ثاني. حنا بلادنا هذه توشاونا، حنا توشيتنا انا، وصار نفس الشيء معاهم مع ضد نهار لعبوا نتوقع مع الاهلي نفس الشيء. تيراو عليهم استفزازات بزاف. انا ما سقسيني عليهم انا. هذا الفيديو هذا الا ما تفاعلتيش معاه بلا ما تجي غدا ولا بعد غدا تشتكي عاوتاني انهم كيتعداو علينا في قلب بلادنا واننا حنا فينا الجود وفينا الكرم. هذه اوضح زاويه كتبين باللي اتحاد العاصمه الجماهير ديالها المشاغبين والهمج هما الاولين اللي بداو هذه العمليه ديال الشغب. شوفوا في الصوره ما كيبان حتى شي واحد من الاولمبيك اسفي والجماهير ديالو نازل لارضيه الميدان. شوفوا شكون اللي عطى الاشاره لهذه الجماهير الهمجيه اللي نزلات بهذه الطريقه هذه، طلعوا فوق الشبيك ونزلوا فوق ارضيه الميدان وبداو كيضربوا في الاستاديي وبعض الصحافه اللي كاينين تما. لحد الان ما كيبان حتى شي واحد من اولمبيك اسفي
وبطبيعه الحال اي فعل عنده واحد رده فعل. هذا الفيديو هذا خصو يوصل لهذوك الجزائريين اللي هما كيجريو على السرديه ديالهم وكيحاولوا يوزعوا الاكاذيب ديالهم حتى كيتيقوها. حنا كنشوفوها لكن المحتويات ديالنا حنا حتى واحد ما كيشوفها. هذه الحقيقه بالنسبه للاعلام اللي ما شافش الحقيقه، هذه هي الحقيقه. الجماهير الجزائريه هي اللي نزلات فوق ارضيه الميدان هي الاولى، وبطبيعه الحال حنا واخا ضد الشغب وضد اي واحد ينزل فوق ارضيه الميدان، لكن هاد الشباب ديال اولمبيك اسفين اللي نزلوا حنا بطبيعه الحال كنعذروهم، راهم في ارض الوطن ديالهم وفي الملعب ديالهم وفي المدينه ديالهم وينزلوا لهم بهذه الطريقه، فهو ممكن كان يوقع اكثر من هذا الشيء بكثير لولا تدخل الان ولولا العقول النيره وهاد الشباب ديال اولمبيك اسفين اللي رجعوا دغيا المدرجات. فبارطاجي الا كنتي مغربي وكيبقى بك الحال، والا ما بارطاجيتيش وما درتيش لايك وما درتيش تعليق فمره اخرى ما تجيش تشكي، تفرج وسكت. وسمحوا لنا على هذا الكلام.